السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قهوه الخواجه وتفاصيل قرعه كاس عالم انديه بمشاركه النادي الاهلي المصري وصيف دوري ابطال افريقيا في المملكه العربيه المغربيه. والكره العربيه بتوفي بكل الوعود بعد استضافه كاس عالم قطر 2022 في اقوى نسخ كاس العالم. والكره السعوديه بتستضيف كاس السوبر الاسباني وكمان كاس السوبر الايطالي. والنهارده الكرة المغربية بتستضيف كأس العالم للأندية في حدث أول مرة يحصل في المغرب، ومشاركة النادي الأهلي النادي المصري اللي بيشارك للمرة اللي تم في تاريخه. وقبل ما نتكلم في حلقتنا النهاردة عايزين نقول لقهوة الخواجة انزل دوس على اللايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أسفرت القرعة عن النادي الأهلي هيلعب مباراة الافتتاح مع أوكلاند سيتي نيوز في مباراة كلنا بنتمنى الفوز فيها للنادي الأهلي، وحال الأهلي مع مارسيل كولر وضغط المباريات، والأهلي مع مارسيل كولر داخل على كأس عالم أندية ودوري أبطال أفريقيا ودوري مصري ملتهب جدا. وكمان الفائز من مباراة النادي الأهلي وأوكلاند سيتي هيلاعب بطل أمريكا سي تال الأمريكي، فريق قوي جدا. والفائز منهم هيقابل فلامينكو البرازيلي. وطبعا ريال مدريد زي ما احنا عارفين بيسيب الناس كلها تخلص على بعضها، وهو الحاكم باحكام دوري ابطال اوروبا، بيلعب فيه قبل النهائي على طول. وهو ده عرف بطوله كاس العالم للانديه. وكمان عندنا مواجهه قويه جدا بين بطل دوري ابطال افريقيا الوداد المغربي مع بطل بطل ابطال اسيا الهلال السعودي في لقاء بطل القارتين، بطل قاره دوري ابطال افريقيا وبطل قاره دوري ابطال اسيا، في لقاء ناري جدا. وكمان النادي الاهلي لما يلعب المباراه الافتتاحيه ده بيدي قوه جماهيريه في البطولات العربيه، لان زي ما احنا عارفين مصر اتحرمت من كاس العالم قطر 2022 وكان هيبقى في تواجد جماهيري على اعلى مستوى، لكن النادي الاهلي بيعوضنا كوصيف دوري ابطال افريقيا في الكره المغربيه. وبندعم جماهير الكره المصريه بصفه عامه وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه للاقبال الشديد والتواجد الجماهيري. زي ما جماهير الكرة المصرية هي بتحب الكرة وهي متعانة دايما بالحضور الجماهيري، لأن الجمهور هو الداعم الأساسي لأي بطولة كرة قدم بتنجح. وزي ما احنا شفنا الكرة السعودية مشرفة ومطورة كأس السوبر الأسباني، والكرة العربية بالكامل كانت مطورة أقوى نسخ كأس العالم قطر 2022. إن شاء الله بأمر الله حظ أوفر للنادي الأهلي مع مارسيل كولر في كاس عالم للانديه. هو كاس عالم هيبقى فيه ضغط جامد جدا على النادي الاهلي، بس النادي الاهلي معودنا ان هو لها لان دايما متواجد في كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا، وكمان بينافس على البطولات المحليه. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم في ملخص سريع على تفاصيل قرعه كاس عالم للأندية في الأراضي المغربية. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. تحياتي أحمد الخواجة، السلام عليكم.